زي ما في جائزة البالون دور كل سنة لأحسن لعيب في السنة، هنعملها برضو للعربيات، وهنقول ايه أحسن عربية نزلت مصر في 2025، بس هنرتب من 10 ل1. قبل ما نرتب هنقول القائمة الشرفية للعربيات اللي ما عرفتش تخش معانا مع انها عربيات كويسة: شانجان يوني في، جي اس سي جي اس 4 ماكس، سو اس اس 06 واس 07، تشيري اريزو 8، تشيري تيجو 7 برو ماكس، لينكان كو 06، وجيلي اميكرين. في المركز العاشر الهافال الاتش 6 الشكل الجديد. بصوا ممكن كسعر تكون عادي يعني فيها وعليها، لكن بجد عربيات هافال جامدة قوي يا جدعان. انا كل مرة بجرب عربية هافال بنبسط، خامات واوبشنز ودلع، بحسها بجد من البراندات الصيني اللي مش واخده حقها خالص. في المركز التاسع سكودا سوبر بالشكل الجديد. ايه يا جدعان ما حدش بيجيب سيره العربيه دي ليه؟ حد يقول لي دي عربيه من ريحه الزمن الجميل، العربيه الميد سايز السيدان اللي على قديم. وفين العربيات دي دلوقتي؟ مفيش باسات، مفيش 508، هي الوحيده اللي بتمثل العربيات دي. عربيات دي بالك جديده الاس 05 والاس 07. هي لسه ما جربتش قوي، بس فكره ان هي عربيات ريف وسعرها تحت ال 2 مليون، وكمان الاس 05 تحت المليون ونص، فدي بالنسبه لي حاجه كفايه ان هي تدخلها القائمه. في المركز السابع شانجان ايدو بلس. كنت محتار جدا بينها وبين اليوني في، بس لقيت ان شانجان الايدو بلس سعرها بيبدا من مليون 65 وبيوصل لمليون 265 حاجه كده، انما الشنجان اليوني في سعرها مليون 350، والفرق بينهم في الامكانيات والاداء والحاجات دي مش كبير. قبل ما اكمل بس كنت حابب اقول تنويه، انا مش برتب بالعربيات الاحسن، غير كده كنت رتبت بالسعر، بس انا لو هعمل كده كنت رصيت لك خلاص اغلى 10 عربيات نزلوا مصر في 2025 وخلصنا، بس مش دي الفكره. المركز السادس الروكس 01. العربيه دي حاله، عربيه تحسها كده رينج روفر في نفسها، كبيره جدا مليانه اوبشنز، غاليه مش رخيصه، بس لما تقارن امكانياتها بسعرها هتلاقيها كويسه. لا عربيه مختلفه وجديده وعجبتني وابتدت تنجح عامه، استنوا ليها ريفيو عامله طرش. في المركز الخامس الزيكر 001. العربيه دي كنا بنشوفها استيراد، بس لما تبقى كمان توكيل وضمان وبتاع دي بتنقل القصه في حته تانية. في المركز الرابع السو ايست الاس 05. عربيه كروس اوفر تحت المليون جنيه، كامله فيها كل حاجه، الناس كانت مستنيه برضو حاجه زي دي. نخش على التوب 3. في المركز الثالث الجيتور الاكس 70، وانا هنا بقول الاكس 70 مش الاكس 70 بلس. الاكس 70 دي عربيه 7 سيتس ومستورده، وسعرها بيبدا من مليون و30. بصراحه السعر خيالي من جيتور، وبجد عشان كده حطيتها في المركز الثالث. المركز الثاني الكيا الكيفور، واحده من اهم العربيات اللي نزلت مصر السنه دي، لانها قضت على الكورولا والإيلانترا تماما، بالذات اول فئه منها اللي هي مليون 400 دي قضت على الكورولا والإيلانترا تماما. ده غير بقى الفئتين التريبو اللي مليون و600 ومليون 750 جت في فئه كده مفيش فيها عربيات، واللي فيها صيني، فاللي مش بيحب الصيني كمان هيحب العربيه دي قوي. وفي المركز الاول وبكل صراحه انا لو ما كنتش جربت العربيه دي من قريب كان ممكن ما احطهاش في المركز الاول، بس انا حبيتها جدا، النيسان القشقاي. النيسان القشقاي كانت اصلا واحده من انجح العربيات الاس يو في في مصر، بس لما تيجي كمان بشكل جديد حلو قوي، اوبشنز جامده وموتور قوي، ده يخليها في المركز الاول. واللي اكد برضو الصداره بتاعتها في المركز الاول هي النسخه الاي باور بتاعتها. استنوا الريفيو برضو اللي هينزل، ريفيو جامد قوي. معرفش الفيديو ده ينزل الاول ولا الريفيو بصراحه، بس قشطه يعني. ثانيه انا كنت هعمل كارثه وهنسى كوبرا الترامار، كده كده من اهم العربيات اللي نزلت السنه دي، كنت هحطها في المركز الخامس، مثلا عربيه مهمه جدا وبحبها وضربت التجوان وعملت فرق كبير في السوق. فمن غير ما اطول عليه قول طول يا ابو صفاصيف، انتوا قولوا لي ايه اهم عربيات شفتوهم نزلت مصر في 2025.